السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا عاملين كفتة تاني او تالت، أو مش عارفة انا عملتها معاكم قبل كده كام مرة. بس انا بصراحة المرة اللي عملتها اول مرة عملتها فيها، يعني كلكم جبرتوا بخاطري فيها، وكانت عاجبة ناس كتير قوي من بره مصر ومن جوه مصر بصراحة. ربنا يكرم كل واحد اداني تعليق وشجعني ان انا اكررها تاني. هي بصراحة تحفة ولذيذة وجميلة وخفيفة وسهلة وكل حاجة حلوة فيها، ومش بتاخد معاكي مكونات ولا وقت كبير. هي عبارة عن 250 جرام لحمة مفرومة، 125 جرام برغل منقوع ومتصفي، حوالي 100 جرام ليا ضاني، بصلتين مبشورين، ملح وفلفل. طبعا احنا متفقين ان انا مش بحب احط توابل كتير في الاكل لانها بتغير طعمه وتوديه في اتجاه تاني. كل حاجة ليها توابل يعني المحددة بتاعتها بس. هنا بننزل كل المكونات في الكبة عندنا. ما عندكيش كبة، حطيها كلها على بعضها واعمليها بايدك، اعجنيها كويس قوي 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 لغايه ما تدخلي كل المكونات في بعضها. يعني اللي مش موجود عنده حاجه بيتصرف بيعمل حاجه تانية، مفيش حاجه بتقف على اجهزه يعني. بننزل بقى بكل حاجه، كل حاجه في الكبة، البرغل واللحمه واللية والبصل والتوابل، كله تمام. واقوم جايه بقى مشغله عليها الكبة، مجرد هو كله مفروم تقريبا، مجرد ما كل المكونات بس بتدخل في بعضها بتطلعيها وبتصبعيها بس. كده خلصت معاكي الكفته. خدت معانا وقت ما كملتش تقريبا حوالي 5 دقايق، تجهيز وفرم وتصبيع وكل حاجه، مش قوي يعني 10 دقايق عشان ما بقاش اوفر بس. هنا بقى انا بصبعها على السيخ بتاع اللي هو بيجي في شنطه السكاكين، اللي هو المسن دوت. بتصبعيها كده، بتعملي الصباع كبير شويه، لان ايه، هي مش بتكش ولا حاجه، بس برضو لما بتعمليه كبير كده يعني بيبقى شكله حلو افضل، عشان كمان ما تبقاش ناشفه معاكي. هنا بالشكل ده كده. كده بقى بعد ما اتفرم طلعت من الكبه، تحسي ان البرغل واللحمه دخلوا في بعض، فخلوا لون اللحمه فاتح سيكه، ايه فاتح شويه يعني قصدي، معلش بس اللغه يعني. بتصبعيها بقى كده. طبعا الصينيه دي تبقي دهنها معلقتين 3 زيت بس كده، عشان الكفته متلزقش منك، وكمان عشان تتحمر من تحت. الكفته دي انا الاول كنت بعملها كنت بقليها في الزيت. اه والله. بس كنت بحس انها تقيله قوي، ما كنتش بحبها بصراحه، يعني يوم ما كنت بعملها ما كنتش باكلها. انما لما جربت اعملها في الصينيه كده لقيتها لذيذه وخفيفه وحلوه قوي. ويا سلام بقى لو عندك حته فحمايه وتحطيها في قلبها كده، جامده جدا، تحسسك ان انتي عاملاها كفته مشويه. يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك، فضلا وليس امر، اخواتي وحبايبي. ربنا يكرم كل واحد يا رب، بيشجع كل حد بيعمل حاجه بيتعب فيها، ويبقى متفائل ان في حد هيشجعه. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله، ويوفقنا يا رب جميعا. هنا بعد ما دخلت بقى الفرن وطلعت بالتكتيك اهي، بتجيبي بقى طبق حلو كده، بتحطي فيه شويه بقدونس مفرومين او انتي مقطعاهم ناعم، وترصي بقى عليها. تاكليها مع مكرونه، انا كنت عامله معاها مكرونه بس انا مش بحبها بالمكرونه. تاكليها بقى مع مكرونه، مع عيش بلدي، سلطه طحينه، سلطه خضراء، بطاطس. انا بالنسبه لي حطي الكفته في العيش، معلقه طحينه ومعلقه سلطه، شكرا قوي كده. كده تمام التمام. بس بصراحه جامده. بصي اتحمرت من تحت اكتر من فوق. انا ما صورتش الجزء ده. انا رشيت حطيت عليها سمنه سايحه من فوق، سمنه بلدي بس ايه سايحه عليها من فوق كده قبل ما ادخلها الفرن. هي بقى شربت السمنه ونزل بواقي السمنه تحت في قاع الصينيه اهو. بعد ما هرصها في الطبق، هقوم جايه بقى إيه من منزله السوائل دي على السمنه، والبقدونس اللي تحت الكفته بقى ده لما تاخدي منه رشه كده على السندوتش، يا سلام، جوعتني. بس لذيذه وحلوه قوي، واكل سهله وسريعه يعني، مش بتاخد وقت معانا وبتعدي يوم او يوم قوي. بألف هنا وشفا يا رب الكل اللي كان ليه نصيب في حاجه وكان منها. ويا رب تكون عجبتكم. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، فضلا وليس امر. بالتوفيق لنا جميعا يا رب ان شاء الله. ويا رب كل اللي شجعوني في الكفتة اللي فاتت ما ينسونيش المرة دي. انا بتفائل بالتشجيع او بعمل حاجة تاني لما بلاقي حد بيشجعني.
يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم ان شاء الله. شفت بقى حلوة وجميلة ازاي، وماسكة مفكش من بعضها خالص. مع السلامة.